السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متابعين قناة ساتيديت. رجعنا لكم اليوم جيست شرح صغير ولا توضيح على الجهاز ستارسات اس ار 4080 اتش دي اكستريم. حبينا نعملوا جيست توضيح، مش شرح، توضيح باش تعرف الناس الكل شنو الفرق بينه وبين الجهاز. سامحوني، جهاز مثال اس ار تي 40 اكستريم جاي مخصصا يعني لتونس، باش تلقى فيه جميع الابليكاسيونات تاع تونس كيما باش نراو ان شاء الله مع بعضنا. هذا الديفيرنس بينه وبين ال 4080 اتش دي ولا ال 4080 اكستريم ولا غيره من الاجهزه الاخرى. نعملوا مع بعضنا ان شاء الله لمحه باش نقوموا بتحديث الجهاز، باش نقوموا فتح. احنا قمنا بتحديث الجهاز كيف ما حكينا، ما نجموش نعطوكم حتى شرح الا ما نكونوا احنا عارفين شنيا نحكوا. بالطبيعه عدينا الجهاز في الفيرسيون الاخرانيه 317 بالشهر هذا. نجو لهنا كيف ما باش تراو، نهبطوا نتورك اب بي كيف ما تراو. هذه الابليكاسيونات الكل الموجوده فيه ما عدا اسي سي بي تي في، الاس اس تي في بلس، هذوما الزوز الموجودين. الباقي كله نتاع الجزائر والخليج يعني هذا اللي يفرق بينه وبين الجهاز نتاعنا. باش نقوموا احنا الساعه ما فيها باس نوروكم كيفاش نمروا تحديث الجهاز. كيف ما تراو نجبدوا الجهاز نتاعنا نفس الاكسسوار اللي يجي معاه، كوموند وكابل اتش دي. كيف ما تراو كوموند الاصليه نتاعو، الكابل الاتش دي نتاعو القصير نص متر، الترانسفو نتاعو 12 فولت كيف ما تراو، والعدسه نتاعو اللي هي تقرا الكوموند، كعبتين بيت. هذا الاكسسوار اللي يجي معاه. تو باش نقوموا ان شاء الله مع بعضنا بتحديث الجهاز مع بعضنا ونشوف كيفاش. بالطبيعه تقوم بتنزيل التحديث من الموقع الرسمي لشركه ستارسات كيف وكيف كيما حكينا، كيف تي 40 تي 50 ال 4080 العادي. برشا موديلات ال 488 بو ال 488 اللي زايد عليه عدسه انتجري وباور والفيستين تهز وتجيب به. نوقفوا الفيديو نركبوا الجهاز مع التلفزيون ونرجعوك. باهي شباب، قمنا بإيصال الجهاز بالكهرباء كيف ما تراو. نستنوا حتى يتحل معانا في التلفاز. يجي معاه هو الفيرسيون 1.14 من شركة تول. كيف ما تراو نعملوا نظرة هنا نشوفوا السيري 1.14 هاكا الاسم نتاعو. نجو لهنا اليو اس بي ميني، نمشوا بتحديثات جميع الأجهزة، نهبطوا للستارسات، نطلعوا 440 أنا باش نعدي الفيرسيون الأخرانية بالكل 317. ديما كي يبدا جهاز جديد وما فيهوش لا ليز ديشان لا حتى شيء، تنجم تعدي الميزاجور الأخرانية وما يصيرلك حتى مشكل بإذن الله. اللهم إذا فيه الجهاز بروبليم من المصنع، أما إذا تعدي تحديثك بالفيرسيون الاخرانيه نتاع الجهاز ما يصير لك حتى شيء. انا راني نعمل فيها هكا يوميا، كل ما تجيني سلعه ان شاء الله كان كاتب لنا ربي عمر جديد نعملوا لكم شرح ان شاء الله على الجهاز هذا اس ار 2075 اتش دي. شوفوا شنو اللي فيه وشنو اللي ما فيهوش ونحكوا عليه باذن الله. باهي الجهاز تحل معانا كيف ما تراو. الجهاز يجيك بالفيرسيون كيما عدينا 317. نعملوا له ضبط المصنع. هذا ديما بعد التحديث ما المستحسن يصير. هوب سي عملنا ضبط المصنع وبعد نصبوا الليز ديشان ويبدا هكا حاضر للكليونات، حاضر ان شاء الله للبيع. ريتو قداش يبقى يفسخ. نجو نحطه. وعلى فكرة الملف القنوات تاع الجهاز هذا يخدموا على بعض ورا 20 90 برايم فيجا نيو سوبر. اللي فاهم سيرفر فانكام ممكن اي سيرفر فيه سيرفر فانكام راهو باذن الله يخدم عليه. كيما تراو ليزديشان انا منظمها امورها واضحه فيها كل شيء منظمه كيف ما تراو. ان شاء الله يكون الشرح افاد الناس الكل ومرحبا بكم. السلام عليكم.